تحذير: هذا المحتوى لا يمد للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. أهلا بشعب أوتاكو العظيم في قناتكم المفضلة من هو نينجا. بحب أشكركم يا رجالة على كلامكم وتشجيعكم الجامد، ودول أول 3 كومنتات في الفيديو اللي فات. وعاوزين نوصل بالفيديو ده يا رجالة لأكتر من 2000 لايك في أول 24 ساعة، ودول الأساطير اللي جاوبوا على كلمة سر الحلقة اللي فاتت. ودلوقتي هسيبكم مع الحلقة السادسة من قصة المستنسخ البطل سانجو. هاتوا كوباية الشاي المتينة ويلا بينا. بيقول الوحش وهو بيبص لدراعه: لا جيو. بيبتدي السيف اللي في ايد بطلنا يمتص الدم اللي عليه، وبتظهر طاقة رهيبة فيه بيحس بطلنا بيها، وبيجز على اسنانه، وبعدها بيلف ناحية الوحش وبيهجم عليه. طبعا الوحش بيجهز نفسه وبيمد ايده لقدام عشان يضرب بطلنا اللي بيكون جاي قصاد ايده بالظبط، وقبل ما بيخبطوا في بعض بنشوف واحدة بتمسك بطلنا وبتبعده عن الوحش. في نفس اللحظة بيكون تاي صد هجوم الوحش بسيفه، فبيترعش الوحش بسبب ضربة السيف، وبتكون البنت وبطلنا وقعوا على الأرض. فبتقول البنت: أنا مسكتك كويس. بينط تاي في الهواء وبيضرب الوحش برجله، فبيطير الوحش لورا من قوة الضربة. وبنشوف البنت وهي بتبص لجرح بطلنا وبتكمل: أنت جرحك وحش قوي، بس إيه ده؟ دي مهارة الهائج، أنت لازم تستريح شوية. بنشوفها وهي بتفعل مهارة تحويل المانا وبتوجهها على بطلنا، وبنشوف الهالة اللي بتكون حواليه ازاي بتبتدي تختفي. هنا بطلنا بيسيب السيف اللي كان في ايده وبيسأل تاي عن وضعه، فبتقول البنت: بصراحة هو مش كويس، أرجوك تخلص على الوحش ده بسرعة. بيبتدي الدم يخرج من بطلنا وهو بيكح وبيحاول إنه يتكلم، فبتجاوب البنت وهي بتغطي جرحه بإيديها: ما تتكلمش، أنت كده هتفتح الجرح مرة تانية. لكن بطلنا ما بيسكتش وبيقول بصعوبة: أختي تعرضت للأذى، أرجوكوا ساعدوها. بيبص تاي للوحش وبيرد: ما تقلقش، لا انت ولا اختك هتموتوا النهارده. في اللحظه دي بتظهر هاله حوالين السيف بتاع تاي اللي بيكمل وهو بيقرب من الوحش: استريح شويه والموضوع ده هيخلص قريب قوي. وبنرجع بالزمن لمقر الجمعيه لما كان في اجتماع للنقابات مع رئيس الجمعيه. بنشوف رئيس الجمعيه وهو بيتكلم في الاجتماع وبيقول لهم انهم لازم يعملوا اخلاء طارئ، اصل الموقف هيخرج عن السيطره. بيكون في قدامه ورقه تقارير عن الضرر اللي ممكن يحصل في كل منطقه. وبعد ما بيخلص الاجتماع بيخرج هو والحارس الشخصي بتاعه اللي بيقول: طيب احنا اول ما نجهز هنبتدي. لكن قبل ما بيكمل بينده شين على رئيس الجمعيه وبيقول له: سيدي انا عاوز استشيرك في حاجه. بيتعصب الحارس وبيرد عليه: انت شايف نفسك كده ليه؟ حاسب على اسلوبك في الكلام. بيرفع ايده رئيس الجمعيه وبيقول له: مش مشكله، ايه الحكايه؟ اتفضل. بيجاوب شين وهو بيبص للحارس: انت ينفع تخرج شويه يا سيد عضلات؟ اصل الموضوع مهم جدا. بيهز هان بدماغه للحارس، وفعلا بيخرج الحارس وبيسيبهم لوحدهم. وبعد ما بيقعد هان ورا المكتب بيقول شين: انت هتعمل اخلاء للناس على طول؟ بيجاوب هان: ايوه، احنا هنعلن عن الاضرار المتوقعه من الغزو وهنشتغل على اجلاء الناس، احنا لازم نقلل الخساره. بيسالوا شين: انت هتقول لهم كل حاجه؟ بيستغرب هان وبيساله يقصد ايه. فبيقول شين: احنا ما نعرفش ده هيحصل امتى، وفي الحاله دي انت هتعلن ان هيكون في غزو من الوحوش، واللي هتكون من الفئه ايه، بمعنى انك هتقول للناس خلي شغلهم يولع ويهربوا، وتقفل البلد كلها لمده 3 شهور. يا ترى هتقدر تتحمل اللي هيحصل بعد كده؟ الكل هيلوموا الجمعيه، واي حد هيخسر اي حاجه هيحاول يبوظ الجمعيه بسبب خسارته، وانا مش عارف لو كان دماغك هيفضل على رقبتك بعدها لغايه الشهر الجاي ولا لا، فما بالك بقى ب3 شهور، وده مش هيكون كويس ليا انا برضو كمان. لكن بيقطعوا هان وبيسالوا: يعني انت متوقع مني اعمل ايه؟ بيجاوب شين: ما تقولش ان هيكون في وحوش من الفئه ايه، وخبي حكايه حجم الغزو دي. انا بقول لك تعمل كده عشان تخليهم يلوموا نفسهم. انا لو كنت مكانك ما كنتش هعمل الاجتماع ده ولا اتكلم فيه اصلا في الموضوع. انت ليه عملت الاجتماع ده زي الاغبياء؟ دلوقتي قادة النقابات عارفين عن الحكاية دي وعارفين كل تفاصيلها. بيتصدم هان وبيرد: انت ازاي تقدر تقول الكلام ده؟ انت عارف كم واحد ممكن يموت بسبب الفكرة دي؟ بيجاوب شين: هو ده المهم في الحكاية دي، خلي البوابة تنفجر والناس تموت، اصل كل ما كان عدد الناس اللي هتموت اكتر هيبقوا محتاجين لينا اكتر. حتى لو كانت كل الوحوش من الفئة دي، الجيش ما يقدرش يعمل اي حاجة معاهم، وهم بس الصيادين اللي ممكن الواحد يعتمد عليهم في النهاية. وفي حاجة انت فهمتها غلط في الاول، هو انت فاكر ان اطلب منك انك تعمل كده؟ بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف هان قاعد في مكتبه بيسمع التقارير عن النقابات اللي بتحارب الوحوش، وهو حاطط ايديه على وشه بعد ما سمع كلام شين ونفذه. وبنروح دلوقتي لبطلنا في شقته وبنشوف واحد من النسخ بتوع بطلنا بيتدرب، وبطلنا قاعد فوقيه وبياكل شيبسي وبيقول له: ايوه كده، اتدرب بكل مجهودك، اصل معدل القوه الايام دي بقى بيزيد بشكل ابطأ. بيوافق النسخة على كلامه، وبيكون بطلنا بيفكر ان دي احسن مهارة في العالم، اصله بيكسب منها فلوس، وفي حد كمان بيتمرن عنه واحصائياته عمالة تزيد من غير ما يعمل اي حاجة.
وفي الحالة دي مش هيقلق على حاجة طول حياته. هنا بتجيله رسالة على التليفون من الوكيل كانج بيقول له إنه وصل، فبيقول بطلنا: رقم واحد، قوم يلا عشان جه الوقت عشان نعمل شوية فلوس. بعد شوية بنشوف كانج مستني في الشارع وبيقول أول ما بيشوف بطلنا: أنت جيت يا صياد سانجو؟ بيسلم عليه بطلنا وبيرد: أنا لازم أبعت الراجل ده لحقل الأرانب بتاعت القرون النهاردة كمان. بيسأله كانج عن رقم اتنين فبيجاوب بطلنا إنه بيتدرب. بيكمل كانج: هو أنت ليه ما بتعملش كده برضه؟ أصلك لو عملت كده أعتقد إنك هتبقى أقوى بشكل أسرع، وباعتبار إن قوتك هي ضعف قوة النسخة دي. بيقول سانجو وهو بيضحك: الكلام ده صحيح، بس مش الأحسن إن أخلي النسخ تعمل كده؟ أصل أنا مش عايز أتدرب بصراحة، والحقيقة أنا ما كنتش جدي لما قلت إني هبقى صياد، ودلوقتي أنا بقيت أكسب كويس من صيد الأرانب. فيا ترى إحنا محتاجين فعلا للقوة البدنية في الأيام دي؟ عموما ده كان رأيي. بيرد كانج: أنا كنت بقترح عليك الموضوع بس، باعتبار بقى إن عندك مؤهلات هايلة لكن مش بتستفيد منها كتير، ويمكن تبقى أحسن صياد. بيتفاجئ بطلنا وبيضحك وبيقول له: أحسن صياد؟ أنا كده كويس قوي، باعتبار إني قادر أتعامل مع الحاجات بتاعتي وده كفاية بالنسبة لي. وفجأة بيتغير صوت كانج وبيقول له: يبقى عشان كده وصلت للمرحلة دي، صح؟ بيتفاجئ بطلنا من ردة فعله وبتجيله إصابة في كتفه بيخرج منه الدم على طول. بيتصدم بطلنا وبيسأل إيه اللي حصل، فبيكمل كانج اللي بيكون شكله بقى مرعب وما عندوش عينين: ده كفاية قوي بالنسبة ليك مش كده؟ بيخاف بطلنا من شكله اللي اتحول وبيرجع لورا، وطبعا الجو بيبقى مرعب وهو راجع، فبيخبط في حد وهو بيرجع، ولما بيبص وراه بيلاقي عيلته كلها واشكالهم بقت مرعبه وما عندهمش عينين. بيتخض بطلنا منهم جدا وبتقول له مامته بصوت مرعب: سانجو، هو انت بقيت صياد؟ بيرد باباه: يعني في الاخر اتخليت عننا ومشيت. وهنا بتكمل اخته: اخويا ساعدني ارجوك. طبعا الموقف ده كله بيكون عباره عن كابوس بيشوفه بطلنا وبيتنفض وبيصحى وهو مرعوب. بيبص بعد كده حواليه فبيلاقي نفسه في المستشفى، وهنا بيقول تاي: باين انك شفت كابوس، انت كويس؟ ما ينفعش تتحرك كتير. بيبص له بطلنا وهو مستغرب، بعدها بيحط ايده على كتفه مكان الجرح وبيقول: انت السيد تاي مش كده؟ الشخص اللي جابني هنا. بيرد تاي: خلي بالك الدكتور قال ان حالتك الصحيه كانت وحشه والجرح كان عميق جدا، بس حظك كان حلو. بيكمل سانجو: شكرا ليك، انت ما انقذتنيش مره واحده، دول بقوا مرتين. بيرد تاي: انا ما عملتش حاجه، بس في حاجات كتيره عاوز اتكلم فيها معاك لكن دوري مش دلوقتي. في اللحظه دي بيخشوا عيله بطلنا عشان يطمنوا عليه وبيخرج تاي من الاوضه، فبتقول مامته وهي متوتره وبتعيط: انت كويس يا حبيبي؟ عشان كده قلت لك ما تعملش اللي انت عملته. بيحاول بابا انه يهديها وبيقول لها انه لسه صاحي. بعد شويه بيجي الدكتور وبيكون التقرير في ايده وبيقول: في الاول انا عايز اقول ان العمليه كانت ناجحه ولازم نفضل نراقبه في الوقت الحالي، لكن باعتبار هو بيخف بسرعه هايله فهو ممكن يكون قادر انه يرجع لحياته اليوميه خلال شهر. بيبص لهم بطلنا وبيسال: هو ايه اللي حصل للبوابه؟ هي بقالها مفتوحه قد ايه؟ بيرد عليه باباه: بقالها 4 أيام من ساعة ما انفجرت، بس أنا سمعت إن معظم الوحوش الكبيرة اتعاملوا معاها، لكن قالوا إن لسه في وحوش من الفئات القليلة. كمل بطلنا: أنا مش فاكر أي حاجة من ساعة ما فقدت الوعي. أيوة صحيح، جيو، إيه أخبار جيو؟ هي كويسة مش كده؟ بيسكتوا باباه ومامته وحتى الدكتور، فبيستغرب بطلنا من ردة فعلهم وبيسألهم هما ليه ما بيقولوش أي حاجة وإيه اللي حصل. بياخدوا الدكتور لأوضة أخته وبتكون في العناية المركزة وبيقول له: إحنا عالجنا منطقة المعدة، بس في فيروس موجود في جسمها وبيمتص المانا، وده بالعادة بيكون سببه الوحوش اللي بتخرج من البوابات، والفيروس ده بيفضل يمتص ويحلل المانا. هو في أغلب الوقت ما بيعملش مشاكل كتير، أصل كل شخص عنده صفات مانا مختلفة، وفي الغالب الفيروس ده بيموت وما بيقدرش يمتص أو يحلل أي مانا. لكن المشكلة الحقيقية لما بتتناسب خواص المانا مع الفيروس بشكل مثالي، ساعتها الفيروس هيمتص كمية كبيرة من المانا، وبسبب الحكاية دي مش هيقدر المضيف إنه يعيش بشكل طبيعي. بيسألوا بطلنا لو في أي طريقة عشان تخف، فبيرد الدكتور: بالتكنولوجيا الطبية اللي عندنا دلوقتي مفيش أي طريقة، والفيروس ده بيتزامن مع المانا، عشان كده حتى سحر الشفاء ما بيقدرش يعالجها، ومفيش أي طريقة تانية إلا إننا لازم نزودها بالمانا كل شوية عشان نحافظ على حياتها. هو يمكن يكون في فرصة صغيرة لو جات لها مساعدة من معالج من الفئة اس، يعني زي المباركة، أو مثلا إن واحد يجيب حاجة زي ماندراجورا أو إكسير من الناحية التانية من البوابة، بس الحاجات دي نادرة جدا. بيقاطعوا بطلنا وبيقول: وغالية جدا كمان. بيوافقوا الدكتور على كلامه وبيكونوا عيلته زعلانين جدا على اخته، وبطلنا لسه واقف وعمال يبص لها من الشباك وبيفكر انه لو اهتم بعيلته من الاول وحماهم بدل ما يحمي الناس كان ممكن الوضع يبقى مختلف. طبعا بيكون واقف وعمال يترعش، وهنا بيتفتح الجرح بتاعه، فبينده عليه الدكتور، وبطلنا لسه عمال يفكر ايه اللي ممكن يعمله لو كان اقوى شويه، ساعتها كان ممكن يحمي عيلته. بيفتكر الوحوش اللي واجهها زي النمر والحشره اللي هجمت على عيلته، وعشان بيكون متوتر جدا فبيضغط على العمود اللي متعلق عليه المحلول بيبوظه. هنا الدكتور بينده على الممرضة وبيحاول يهديه وبيفهمه إنه جرحه اتفتح تاني، لكن بطلنا بيبتدي يعيط وبيقول في سره:
أنا عندي قدرة إن أنقذ الكل، بس لو كنت اشتغلت بجهد أكبر شوية ما كانش اللي حصل ده حصل. بيفتكر عيلته لما كان قاعد معاهم وبيتعشوا، وبعد شوية بنشوفهم في أوضته في المستشفى وهو قاعد على السرير وشارد وسرحان. في اللحظة دي بتخش هايون، فبيبص لها وبيقول: هايون؟ بترد عليه: ازيك يا أستاذ؟ أنا آسفة عشان جيت لك بشكل مفاجئ. بيجاوب سانجو: لا أبدا، شكرا ليكي عشان جيتي. عيلتك كويسة؟ بترد هايون: أيوه، هو البيت بتاعنا اتضرر بس إحنا قدرنا إننا نوصل للملجأ بأمان. بيكمل بطلنا: طب كويس، أنا كنت قلقان عليكم عشان كنتوا قريبين من منطقة الخطر. هو باباك اللي قالك على مكاني؟ بتجاوب هايون: الظاهر إن بابايا كلم باباك عشان ما قدرش يتواصل معاك وعرف إنك هنا. بيفتكر بطلنا إن هو ضيع تليفونه وقت الكارثة، فبيقول وهو بياخد علبة عصير من اللي جابتهم هايون: بالمناسبة، أنت ليه بتندهي عليا بأستاذ بدل ما تناديني باسمي؟ أصل الوضع اللي إحنا فيه ده مش مناسب خالص تقولي لي أستاذ. اتصرفي على طبيعتك. بتتكسف هايون وبترد: طيب يا أستاذ، أقصد أنت لازم تخف بسرعة عشان تيجي وتعلمني قريب. بيبص بطلنا قدامه وبيقول: هايون، في حاجة عاوز أقولك عليها بالنسبة للموضوع ده. أنا هسيب الجامعة بعد أسبوعين. بيكون الدكتور واقف مع الممرضة وبيبص للتقرير وبيقول وهو مستغرب: يعني حتى لو كان بيخف بسرعة، بس إزاي ده ممكن؟ بترد الممرضة: هما كل الصيادين كده؟ بيرد: حسب اللي أعرفه لأ. بنشوف بطلنا بيقلع هدوم المستشفى وبيبتدي يلبس الهدوم بتاعته، وبيكون الجرح بتاعه خف لكن بيكون ساب مكانه علامة. وبنرجع تاني للحظة اللي كان بيتكلم فيها مع هايون، وساعتها قال لها على أخته واللي حصل لها. فاستغربت هايون جدا. بعدها بطلنا ابتدى يوضح لها إنه مش هيقدر يديها دروس الفترة اللي جاية وبيعتذر لها. فبترد هايون: مش مشكلة، شكرا ليك على كل حاجة لغاية دلوقتي، بس أنا مش عارفة لو إنك مش هتتواصل معايا بعد كده، بس أنت هتندم عشان هتسيب طالبة جميلة زيي. أصل أنا هروح للجامعة بعد اللي علمتهولي، وبرضه هيبقى عندي حبيب في الجامعة دي. اوعى تتراجع بقى عن كلامك ده لما يبقى عندي حبيب، ماشي؟ بتخرج هايون من الأوضة وبنرجع للوقت الحاضر. بيكون بطلنا عمال يظبط هدومه وبيفكر إنه مش هيندم عشان ما عندوش وقت أصلا يندم فيه. بعد كده بيخرج من المستشفى وبيركب تاكسي، وهو قاعد في التاكسي بيفتح تليفونه وبيشوف معلومات عن تاي، فبيعرف إنه قائد نقابة ومعنى كده إنه شخص مهم جدا. هنا سواق التاكسي بيقول له إنهم وصلوا. بيشكره بطلنا وبينزل من العربية وبيبص للعمارة اللي قدامه، بيقول: هو ده بقى مبنى مكتب نقابة كينوس؟ بيخش بطلنا للمبنى وبيكون في موظفة استقبال موجودة جوه وبتقول له: أهلا بيك، إزاي أقدر أساعدك؟ بيرد سانجو: أنا هنا عشان أقابل القائد تاي. بتسأله الموظفة لو كان عنده ميعاد مسبق، فبيجاوب بطلنا: لا، أنا ما عنديش ميعاد، بس هو قال لي إنه عاوز يتكلم معايا. بتكمل الموظفة: أنا آسفة لو مفيش ميعاد سابق وهنا بيقاطعها راجل ضخم وبيقول لها: استني، هو أنت السيد سانجو؟ بيبص له بطلنا وبيكون مصدوم من حجمه وبيرد عليه إن هو سانجو فعلا. بتحاول الموظفة تستفسر من الراجل الضخم واللي بيجاوبها: ده ضيفنا، اتفضل معايا، خلينا نطلع لفوق، القائد مستنيك. وفعلا يا جماعة بنشوف تاي قاعد في مكتبه وبتقول له السكرتيرة إن السيد سانجو جه عشان يزوره. بيجاوب تاي على طول إنها تخليه يخش. بنشوف الراجل الضخم وهو بيفتح الباب، فبيخش بطلنا وبيسلم على تاي اللي بيقف وبيقول: أهلا بيك، أنا مبسوط عشان خرجت من المستشفى بأمان. أعتقد إنك خرجت قبل ميعاد خروجك اللي قال عليه الدكتور، مش كده؟ بيرد سانجو: كل ده بسبب لطفك، وعشان كده أنا بعد ما خرجت جيت على هنا على طول، أصل عاوز أشكرك مرة تانية بعد كل حاجة عملتها عشاني. بيكمل تاي: أنا عملت اللي كان لازم يتعمل. بيقول له سانجو: دي حاجة مش لازم تتعمل، أنت أنقذت عيلتي ووفرت لنا الرعاية الطبية في الموقف ده. بجد أنا ممتن ليك جدا لدرجة إني مش عارف أوصف الكلام ده، لكن رغم كده أنا برضو عندي فضول، أنت ليه عملت معانا كل ده؟ سمعت في المستشفى إنك اللي وفرت لنا الأوض الخاصة، حتى المكان اللي موجودة فيه عيلتي بشكل مؤقت، ورسوم المستشفى كمان عشان مشكلة أختي، وتحلل المانا. كل ده مرتبط باللي هاسمعه منك دلوقتي. بيفضل تاي ساكت وبيبتدي يضغط على إيده. بعدها بيقول: أنا برضو عندي أخت، لكن هي مفقودة دلوقتي مع فريقها. يمكن اللي عملته ده عشان شفت نفسي فيك، ويمكن مشاعري الشخصية كانت متلخبطة، لكن أنا ما عملتش كده عشان تحس بالامتنان وتكون مضطر تعمل أي حاجة قصاد اللي أنا عملته عشانك. بيفتكر بطلنا إن هو فعلا بقى عليه دين للراجل اللي قاعد قدامه وبيجاوب: طيب أنت ليه كنت عاوز تشوفني بعد ما خفيت؟ بيرد تاي: القدرة اللي ما قدرتش تقول لي عليها المرة اللي فاتت. أنت عندك نسخ، والنسخ دي عندها جسم حقيقي ويقدروا يعملوا أي حاجة، مش كده؟ يعني حتى الراجل اللي كان بيدافع عن الناس كان عبارة عن نسخة، صح؟ وهنا يا جماعة أحب أفكركم بكلمة سر حلقتنا النهاردة واللي هي تاي. بيقول بطلنا: أنا ما كنتش ناوي أفضل مخبي الحكاية دي، بس كلامك صحيح، هي دي قدرتي. بيعرف تاي إن تفكيره طلع صح وبيكمل: أنا هخش في الموضوع على طول. أنا محتاج لقوتك، أرجوك ساعدنا عشان ننقذ الفريق الأول لنقابة كينوس، زي بالظبط أما كنت بتنقذ المدنيين من غير ما تكسب حاجة قصادهم. أنا مش بطلب منك خدمة بعد الدعم اللي قدمته لك بشكل شخصي، لكن الراجل الوحيد اللي عنده فرصة عشان ينقذ أختي وأعضاء الفريق الأول هو أنت، فأرجوك تساعدنا.
بيفتكر بطلنا لما كان مرمي على الأرض وساعتها طلب منهم إنهم ينقذوا أخته. بيرد على تاي وبيقول له: أنت أنقذت عيلتي مرة، وعشان كده المرة دي هيكون دوري أنا هشتغل بأقصى مجهودي عشان أنقذ أختك والفريق اللي معاها. بيشكره تاي عشان وافق، وبيكمل بطلنا وبيسأله: قول لي بس إيه اللي لازم أعمله عشان أنقذهم. بعد شوية بيلاقي بطلنا نفسه موجود في ساحة التدريب، ويكون مستغرب وماسك سيف خشبي في إيده وبيقول: هو إيه المكان ده؟ بيرد عليه تاي اللي بيكون واقف قصاده وبرضه في إيده سيف خشبي: دي ساحة التدريب لنقابة كينوس، والتصميمات الداخلية قوية جدا، عشان كده تقدر تستخدم مهاراتك زي ما انت عاوز. بيستغرب بطلنا هم ليه في الساحة دي، وبيكمل: احنا مش لازم نجهز نفسنا عشان نروح وننقذهم؟ بيجاوب تاي: بص، في سببين عشان نعمل كده. اول واحد، اكيد كل ما استعجلنا في التنفيذ هتكون فرصتنا احسن في مهمة الانقاذ، لكن رغم كده احنا معانا وقت. اصل بسبب مهارة اختي في الفريق الاول عنده امدادات ضخمة جدا، وده بيديهم مهلة 8 شهور قبل ما تخلص الامدادات دي. اما تاني حاجة فهو مستوى الزنزانة. صحيح الفريق هو فريق النخبة اللي عندنا وعنده قدرات قتالية شاملة من الفئة بي، بس الفريق ده اتعرض لإصابات شديدة وفشل إنه يهرب من الزنزانة. أنت فاهم إيه معنى الكلام ده؟ بيرد سانجو: يعني أنت بتقول إنه خطر عليا نروح هناك؟ بيجاوب تاي: أيوه، بس في طريقة عشان نعملها. أنت عارف إن البشر بيظهروا قوتهم العظيمة لما بيكونوا هيموتوا، يعني القوة المؤقتة اللي بتظهر في حالة الطوارئ بتكون كفاية عشان تقطع العضلات وتكسر العظم. طبعا ده بينعكس في نمو الإحصائيات، ودي الحاجة اللي أنت محتاجها دلوقتي. بص، أنت حاليا بتهزم العقبات اللي قدامك عن طريق شعورك بالمعركة، لكن خلال المهمة حتى أحاسيسك هتوصل لأقصى حد. طبعا هنا تاي بيظهر حواليه هالة مرعبة، وبيكون بطلنا مش عارف هيعمل إيه وبيقول له يستنى، لكن تاي بيكمل: أنا برضو زعلانة عليك، بس مفيش غير الطريقة دي، أنت تقدر تقاوم زي ما أنت عايز. وهنا تاي بيهجم عليه وبطلنا عمال يصرخ وبيقول: استنى أرجوك. بيعدي الوقت وفي مكتب الوكيل كانج بنشوفه وهو بيبص للمحادثة اللي بينه وبين بطلنا، واللي كان بيقول له فيها إن هو كويس عشان كده ما يقلقش عليه، وإنه هيتكلم معاه بعدين وهياخد استراحة من الصيد. ساعتها سأله كانج على وضعه، وجاوب بطلنا إن هو في المستشفى دلوقتي لكن مفيش أي مشاكل. بيكون كانج متوتر جدا وهو بيبص للمحادثة دي، وفي اللحظة دي بيخش بطلنا وبينده عليه، فبيبص كانج ناحيته وبيقول: صياد سانجو. بنشوف بطلنا يا جماعة وهو واكل علقة وطالع عينه فيها. بيتصدم الوكيل أول ما بيشوفه، بيقول له بطلنا: أيوه أنا سانجو. بيرد الوكيل: إيه؟ إزاي؟ طب ليه؟ بيكمل بطلنا: حصل حاجات كتير وفي حاجات كتير عاوز أقول لك عليها. وفعلا يا جماعة ابتدى بطلنا يشرح لكانج كل اللي حصل معاه، وبعد ما بيخلص بيقول كانج: يعني أختك بقى عندها فيروس امتصاص المانا لما حصلت كارثة البوابة. طب وبالنسبة ليك أنت إيه؟ أنت كويس؟ بيرد: أنا كويس. هم قالوا إن صفات المانا بتختلف حتى بين أفراد العيلة الواحدة. بيسألوا كانج: طيب أنت عندك دلوقتي مهمة مع نقابة كينوس مش كده؟ بيجاوب بطلنا: أيوه، أصل قائد النقابة أنقذني أنا وعيلتي. بيكمل كانج: أنا بصراحة اتفاجئت عشان ما قدرتش أتواصل معاك فجأة، بس ما كنتش متوقع إن كل ده حصل. بيرد سانجو: أنا ضيعت تليفوني عشان كده بستخدم تليفوني الإضافي دلوقتي، وده اللي كان مع واحد من النسخ بتوعي. بعد إذنك غير الرقم بتاع النسخة التانية وخليه باسمي. بيسألوا كانج لو كان عنده نسخة احتياطية بقائمة الأسماء، فبيجاوب بطلنا إنه للأسف ما عندوش. بيرجع تاني كانج يسأله لو يقدر يسترجع الأرقام عشان يطمن على أصحابه وباقي الناس، وهنا بيفتكر بطلنا أصحابه في الجامعة وبرضه هايون، فبيقول: لا كده أحسن. بيفتكر كانج إن بطلنا واخد علقة جامدة وباين على وشه، فبيقول له: أيوه صحيح، إيه حكاية الإصابات دي كلها؟ بيرد: دول عشان المهمة اللي كنت بكلمك عنها. أصله قال لي إنه محتاج لإحصائيات أفضل عشان المهمة، وده اللي خلاه يدربني بإيده. بيتصدم كانج وبيقول: إيه؟ بس إزاي يوصلوك للحالة دي؟ أنا هشتكي على الموضوع ده في النقابة بشكل رسمي. بيجاوب بطلنا: اهدى يا وكيل، أنا برضه وافقت على ده. أصل أخت القائد تاي الصغيرة موجودة في الزنزانة، وكان باين عليه إنه يائس أكتر من أي حد تاني، وأنا برضه عارف الشعور ده. أنا النهاردة اتدربت، بس أنا بخطط إن أستدعي النسخة وهاجمه مرة تانية. وفعلا بيستدعي بطلنا واحد من النسخ وبيديله الكيس اللي في ايده وبيقول له يلبس الهدوم اللي في الكيس ده، فبيرد عليه كانج: طيب انا هروح اجيب شويه جرعات شفاء في المكتب عندي. تاني يوم في ساحه التدريب بنشوف بطلنا ومعاه نسخته، بيقول لتاي: شكرا ليك على تدريبي. بيساله تاي وبيقول له: ايه ده، انت جبت نسختك معاك؟ بيرد بطلنا وهو بيجهز نفسه للهجوم: النهارده هيكون مختلف عن امبارح. وفعلا بيهجم هو والنسخه على تاي، وبنشوفهم بعد التدريب واكلين علقه موت وخارجين هما الاتنين. وفي اليوم اللي بعده بيكون بطلنا استدعى نسخة تانية وبيقول له إنهم 3 النهاردة، لكن برضه بعد التدريب بنشوفهم هما ال3 واكلين نفس العلقة. أما في اليوم اللي بعده بيستدعي بطلنا النسخ كلها وبيقول واحد من النسخ وهو خايف: لازم المرة دي يكون الوضع مختلف باعتبار إحنا 4. وفعلا بيخلص التدريب وبنشوفهم هما ال4 واكلين نفس العلقة بالظبط. حتى بطلنا بيكون مغمى عليه، والنسخ هما اللي شايلينه وماشيين بيه.
بيعدي الوقت وبنشوف بطلنا داخل هو والنسخ بتوعه على مكتب كانج، وبعد ما بيقعدوا معاه بيسألوا كانج لو هو كويس، فبيجاوب بطلنا الراجل ده قوي جدا. بيكمل في سره باعتبار ان النسخ شاطرين قوي في نسخ الحركات وانا بتعلم برضه، بس الفجوه اللي بين الاحصائيات رهيبه، انا لازم افكر في طريقه عشان الغي الفجوه دي. بنشوف الثلاث نسخ، واحد منهم قاعد والتاني بيشرب عصير والتالت بيلف شاش على دماغه، وهنا بيفتكر بطلنا حاجه وبيقول وهو بيشاور بالتليفون وبيديه لكانج: يا وكيل، هو ده ممكن نجيبه؟ بياخد كانج التليفون منه وبيبص عليه وبيرد: هو انا ممكن احاول اجيبه بس ده امان؟ بيكمل بطلنا: ما تقلقش خالص بالنسبه للموضوع ده. فبيقول له كانج انه خلاص هيحاول يجيبه. بعد فتره في ساحه التدريب بيخش بطلنا ومع النسخ بتوعه، بيقول لتاي: ازيك يا سيدي؟ بيبص له تاي وبيرد: يعني جيت؟ انا مبسوط عشان بتشتغل بمجهود، بس ايه ده؟ وهنا تاي بيتصدم لما بيشوف النسخ اللي مع بطلنا واللي بيكونوا كلهم اتحولوا للشكل الوحشي، وواحد منهم بطلنا مهديه بعظمه زي الكلب. وبيكمل بطلنا: المرة دي الوضع هيبقى مختلف تماما. وبنرجع شوية لما كان كانج قدر يجيب الحاجة اللي طلبها بطلنا، وبنشوفه داخل لمكتب وجايب معاه كرتونة، وبيقول لبطلنا: صياد سانجو، أنا جبت الحاجة. بيرد بطلنا: هو ده المتوقع منك يا وكيل، أنت بتشتغل بسرعة رهيبة. بيكمل كانج: أنا جبتهم بسرعة النهاردة عشان كده هم مش كتير، بس يا ترى ده هيكون كفاية؟ بيفتحوا الكرتونة مع بعض وبيشوف بطلنا الحاجات اللي جوه وبيبتسم وبيقول: أيوة ده كفاية. بيرد كانج: طيب باعتبار إن الكمية للدرجة دي، فأظن إن القائد هيتفاجئ كمان، مش كده؟ وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف بطلنا هو والنسخ المتوحشة بتاعته، فبيسألوا تاي إيه اللي عمله في النسخ، لأنه بيكون مستغرب جدا من حالتهم. بيجاوب بطلنا وهو بيخرج جوهرة حمراء في إيده: مفيش، أنا خليتهم ياكلوا من دي شوية، حوالي 60 جوهرة بس. لما بيشوف النسخة الجوهرة في إيد بطلنا بيقرب منه عشان ياخدها، فبيبعدوا بطلنا عنه وبيرمي له الجوهرة، فبيمسكها النسخة وبيبتدي ياكلها على طول. بيكمل بطلنا كلامه: باعتبار إن النسخ هم كائنات استدعاء، فهم يقدروا يستهلكوا الجواهر، والإحصائيات اللي بتزيد عندهم بتزيد عندنا برضه. بيتصدم تاي لما بيعرف إن النسخ ممكن تستهلك الجواهر، وهنا بطلنا بيخرج السيف والمسدس وبيقول: النهارده أنا هطلع كل اللي عندي. بيجاوب تاي: سلاح أو سيف أو أي حاجة عاوز تستخدمها مفيش مشكلة، تعالالي وأنت ناوي إنك تخلص عليا. وفعلا يا جماعة بيهجموا النسخ على تاي وبيضربوا واحد منهم، فبيصد تاي الضربة. هنا يكون التاني اللف من وراه، لكن تاي بيكون حاسس بيه وبيصد هجومه، وهو بيفكر ان قدراتهم فعلا اتحسنت. بيفتكر ان الناس قالت ان قدرات النسخ في العاده بتكون اقل من الجسم الرئيسي، لكن دلوقتي بقوا تقريبا زي بعض او اكتر كمان من الجسم الرئيسي. بيكون شايف ان ده ممكن سببه تاثير الجواهر، بس بيلاحظ ان تاثير التحول الوحشي اقوى. وهنا بيقدر يلاقي ثغره، فبيتحرك بسرعه وبيضرب واحد من النسخ بالعصايه بيوقعه في الارض، وبيقول: كويس انهم بقوا اقوى من التحول الوحشي للجواهر، لكن أكبر ميزة للنسخ هي دقتهم، ودلوقتي قلت كتير. الظاهر إنهم أكلوا أكتر من اللازم من الجواهر دي. وهنا بطلنا بيهجم عليه وبيضربه بالسيف، لكن تاي بيتفادى الضربة بسهولة وبيقول له بطلنا: على الأقل أنا ما اتحولتش لوحش. بيجاوب تاي: الكلام ده صحيح. لكن هنا بيتفاجئ لما بطلنا بيوجه المسدس على دماغه وفعلا بيضرب عليه نار، فبترشق الرصاصة في دماغ تاي وبتبوظ. بيكمل تاي: الهجوم ده كويس، بس انت ما تقدرش تأذيني من غير رصاصة مانا. طبعا يا جماعة بطلنا بيتصدم عشان الرصاصة ما دخلتش في دماغه، وبيكون تاي مسكه من ايده وبيضربه بالعصاية على بطنه بيوقعه في الأرض. فبيهجموا النسخ الثلاثة مع بعض، لكن تاي بيضربهم بسرعة رهيبة بيطيرهم لبعيد، وبيقول: انك تشيل سيف وتشوح بيه يمين وشمال بقوتك بس، فده مش بيخلي هجومك أقوى. انت لازم تضخ المانا في دراعك وسيفك زي ما تكون انت والسيف واحد مع المانا. لو قدرت تتقن الطريقة دي ساعتها هتكون قادر انك تقطع الوحوش بحتة خشبة صغيرة من الشجرة. بيبص له بطلنا وهو بيفكر ان الراجل المجنون اللي قدامه ده خلاه يحس ان السيف اللي خشب اللي معاه اقوى من السيف الحديدي. وهنا بطلنا بتلمع عينه بيقول: انا لسه ما خلصتش. واول ما بيقف بطلنا بيضربه تاي بسرعه رهيبه على وشه بالسيف الخشبي، وبيكمل: انت اكيد بقيت اقوى باعتبار انك بتزود احصائياتك عن طريق الجواهر دي، لكن لسه ده مش كفايه. بيكون النسخ هاجمين على بعض عليه، لكن برضه تاي بيتحرك وسطهم زي البرق وبيضربهم هما التلاتة على وشهم. بعدها بيبص بطرف عينه لبطلنا وبيقول له: انا ما اقدرش اعتبرك الا صياد من رتبه سي وانت بالمستوى ده. بيرد سانجو: يمكن هو ده الوضع بالنسبه لك دلوقتي، لكن هيبقى مختلف قوي قريب، عشان كده انا ما عنديش اي نيه ان اقف عند الفئه سي. الحقيقه يا جماعه هنا بطلنا بيقف وبيهجم على تاي وبيضرب بالسيف، لكن تاي بيصد الضربه. بيبص بطلنا ناحيه النسخ وبيكمل: يا شباب بصوا هنا، انتوا شايفين وش القائد؟ شفتوه فين قبل كده؟ بصوا مناخيره ودانه. انا افتكرت دلوقتي، القائد في الحقيقه هو جوهره، واللي هياكله الاول هو اللي هيكسب. بنشوف الثلاث نسخ بيتعفرطوا وبيهجموا على تاي، وبطلنا عمال يشجعهم عشان يعضوه وهو بيهجم برضه معاهم بسيفه،
لكن تاي بيقدر انه يصد الهجوم، وبطلنا عمال يفكر ان السبب اللي خلاه يقرر يبقى اقوى هو مش عشان ان تاي طلب منه كده، لكن في الحقيقه كان بطلنا حاسس بحاجه لما فتح عينيه في المستشفى، وبرضه احساسه بالعجز عشان كان مأمن حياه عيلته لحد تاني في وسط الكارثه. كمان كرهه لنفسه الضعيفه وشعوره بالضعف بعد المعاناه، فده ما غيرش النتيجه، وعشان كده بطلنا ما كانش عاوز يحس بده تاني. فبيقول في سره بعد ما بيكون تاي ضرب النسخ كلها: انت مش لازم تقلق على قدراتي دلوقتي عشان انا مش ناوي اوقف خالص. وهنا بطلنا بيصرخ بصوت عالي وبينط في الهواء وبينزل بالسيف على تاي بقوه رهيبه. بيعدي 6 شهور في اراضي صيد محطه دونج، وبنشوف حرس واقفين على الباب وبيكون في مكان قريب منهم. بيتضرب واحد منهم من راجل ضخم وبيقع على الارض، فبتقرب بنت من الشاب اللي وقع وبتمسكه وبتساله لو هو كويس. بعدها بتبص ناحيه الراجل الضخم واللي معاه وبتقول لهم: انت بتعمل معانا كده ليه؟ احنا برضو معانا تصريح رسمي عشان نخش الاراضي الصيد. بيجاوب الضخم: اخرسي خالص، هو صعب عليكم انكم تفهموا ان نقابه القمر الفضي بتستخدم ارض الصيد دي دلوقتي؟ لو كنتوا عاوزين تصطادوا فلازم تروحوا لمكان تاني. بتبص البنت للحرس اللي بيعملوا نفسهم انهم مش شايفين، وهنا بيبص لها الضخم وبيقول لها: بقول لك ايه، خليكي مكانك، احنا هناخدك معانا لاراضي الصيد. بيضحكوا رجالته اللي معاه وبيرد واحد منهم: اصل رئيس الفريق بتاعنا شخص لطيف قوي. بيتضايق زميلها وبيكون سند الشاب اللي اتضرب على كتفه وبيشتمهم في سره، فبيقول الراجل الضخم: اخرسوا يا اغبياء، دلوقتي البنت خافت بسببكم، خلونا نخش دلوقتي لاراضي الصيد. وفجأة بيجي بطلنا وبيكون رايح ناحية مدخل المحطة، فبيبص له الراجل الضخم وهو مستغرب، وأول ما بيوصل بطلنا بيقول له الحارس: أنت مش شايف الوضع اللي هناك؟ هتخش فين؟ بيرد بطلنا: إيه المشكلة؟ أنا دفعت عشان أخش. وهنا بيجي الراجل الضخم وبيقول لبطلنا: أنت غبي ما بتفهمش يعني؟ أرض الصيد دي نقابة القمر الفضي هي اللي بتستخدمها. وبيرفع الراجل الضخم ايده عشان يضرب بطلنا وبيوجه له بوكس على وشه، لكن بطلنا بيمسك ايده وبيضربه بوكس في بطنه بقوه رهيبه، فبيكح القائد وما بيقدرش يتنفس وبينزل على الارض. طبعا المجموعه اللي معاهم البنت بيكونوا عمالين يبصوا للي بيحصل ومصدومين من اللي عمله بطلنا، واللي بيقول للراجل الضخم: يا نهار اسود، هو انا كان لازم اعمل ايه وانت بتكلمني فجاه كده؟ بصراحه اتفاجئت وضربتك من غير قصد، لكن نقابه القمر الفضي اظن اني سمعت عنكم قبل كده. انا لما بفكر في الموضوع ده فكلامك مش منطقي خالص. ايه علاقة دخولي الأرض الصيد بصيد أعضاء نقابتكم هنا؟ بيكون بطلنا حاطط الطاقية على دماغه وبيشيلها وهو بيتكلم. طبعا الراجل الضخم بيكون لسه مش عارف ياخد نفسه ويا دوب ساند نفسه بإيديه على الأرض، وفي الآخر ما بيقدرش يستحمل وبيقع على وشه. فبيصرخوا رجالته وبيقولوا: أنت يا حيوان، إزاي تتجرأ وتتخانق مع نقابة القمر الفضي؟ بنشوف الرجالة دول بيتجمعوا حوالين بطلنا وبيسحبوا أسلحتهم، وبيكمل واحد منهم: اوعى تفتكر إنك هتفلت باللي عملته ده، إحنا كلنا صيادين من الفئة دي، انت فاكر نفسك تقدر تتعامل معانا لوحدك؟ بيبص له بطلنا وبيرد: انا هتعامل لوحدي؟ وهنا بنشوف نسخ بطلنا بتقرب من المجموعه اللي حوالين بطلنا، فبيقول واحد من الرجاله اللي كان بيتكلم: اخويا بص هناك. بيبص الراجل حواليه وبيقول: هو ايه ده؟ مين الكلاب دول كمان؟ فبيرد بطلنا عليه: انت هتقدر تقول الكلام ده تاني؟ انت كنت بتقول على مين انه لوحده؟ ولهنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده. واللي كمل الحلقه معانا هستنى منه اللايك والشير للحلقه ويقول لي رايه في التعليق، واللي ما اشتركش في القناه يشترك بسرعة ويفعل الجرس. كان معاكم من وراء المايك عمرو سالم، استنونا مع بعض في الحلقات الجاية بكل جديد. سلام شديد.